النهارده الروقان كله والجمال كله مع الكوكيز والكميه الجميله دي مع كوبايه الحليب الدافي. يا سلام، حاجه اللهم بارك. طريقتها سهله جدا وبسيطه، مش ممكن تصدقي ان الكميه دي كلها معموله بكوبايه عسل اسود وبيضه واحده بس. كمان كده هنغمسها كده يا سلام في الحليب، حاجه اللهم بارك جميله جدا. طلعت معايا كميه كبيره ووفيره جدا، يتخطى 60 واحده زي ما انتم شايفين اللهم بارك. هنبدا مع بعض بالطريقه بتاعتنا. هنجيب كوبايه من العسل الاسود، ساعة الكوباية 250 مللي، طبعا دي بتاعة الشاي اللي احنا بنستعملها العادية بتاعة المطبخ. تمام كده. بعد كده هنصفيها كويس جدا، العسل غالي وكل حاجة غالية. بعد كده هنجيب حبة من البيض بدرجة حرارة الغرفة، يا ريت ما تكونش ساقعة من التلاجة. وبعد كده هنضربها على طول زي ما انتم شايفين كويس جدا. ومعانا معلقة من الفانيليا، ولو حابة تحطي فانيليا سايبة اللي هي السايلة مفيش أي مشكلة. بعد كده هنا معايا نص كوباية من السمنة البلدي السايحة. لو عندك زبده، لو عندك سمنه اي نوع مفيش اي مشكله، زيت هيبقى زي الفل. بعد كده انا هجيب هنا معايا كوبايه من الدقيق، عليها معلقه من البيكنج باودر علشان ده الماده الرافعه النهارده معانا. الطريقه دي حلوه جدا علشان محدش ينساها. بعد كده هننزل بالدقيق بتاعنا تدريجيا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واهم حاجه هنا نوع الدقيق لازم يكون نوع كويس جدا وانت مجرباه. انا ده الدقيق اللي انا بستعمله اللي هو من عند المستلزمات الحلواني اللي هو بيبقى بالكيلو، حلو جدا جدا وجميل. هنبتدي ان احنا اهم حاجه نعجنها كويس. هنفك كده من المضرب السلك بتاعنا، وبعد كده نشتغل على طول بالاسباتيولا بتاعتنا. كده 3 كوبايات من الدقيق. هنجيب الكوبايه الرابعه، مش هحطها كلها، انا هحط نصها والنص التاني هشوف العجينه محتاجه ولا لا. هنبتدي ان احنا ننزل بالكوبايه الرابعه كلها، يبقى كده كميه العسل اخدت معايا 4 كوبايات دقيق بالظبط زي ما انتم شايفين. العجينه اللهم بارك حلوه جدا جدا. انا كده بمسكها بايدي التانية علشان تشوفوا العجينه ملمسها ازاي، وانا بختبرها بشوفها طريه في ايدي هتشقق. اهم حاجه ان هي تبقى طريه وناعمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين اللمعه اللي عليها، حاجه اللهم بارك جميله جدا. هغطيها وهبدا اجيب معايا صينيه واحط عليها ورقه زبده. وبعد كده هنجيب معانا الشوكليت شيبس. وبعد كده هنجيب قطعه من العجينه، انا هعملها حسب ما انتوا حابين. يعني انا هنا بحبها وسط وهعمل صغير، ما بحبش الحجم الكبير. يعني لو انت عايزه تعملي بالحجم الكبير هتجيبي المعلقه بتاعه الايس كريم، هتبقى سهله معاكي وهتبقى معاكي الحجم حلو. بعد كده هنجيب القطعة اللي احنا قطعناها، وبعد كده هنحطها في الشوكليت شيبس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هنحطها في الصينية. مفيش اسهل ولا اجمل من كده. ريحتها جميلة جدا، يعني من قبل ما تدخل الفرن اللهم بارك جميلة جدا جدا. كل الكمية هعملها بنفس الطريقة. حابة ان انتي تكتري في الشوكليت شيبس، انا هوريكي كمان طريقة يعني حلوة جدا وموفرة، اللي عايز يحط بنظام كده وشكلها يبقى مهندم وجميل. عايزة تستغني عن الشوكليت شيبس مفيش اي مشكلة، بس بيدي طعم جميل جدا. بعد كده هنا معانا صينيه، الصينيه دي انا لا دهناها ولا حتى حاطه فيها الزبده، ورق الزبده. انا هعملها على كده زي ما انتم شايفين. هجيب معاكم ازاي القطعه، هنمسك واحده واحده كده ونحطها 5 وحدات كده حوالين الوحده القطعه بتاعه الكوكيز علشان يبقى شكلها حلو، وفي نفس الوقت ما نهدرش كميه كبيره من الشوكليت شيبس. طيب انا ممكن اعملها هنا بكام؟ يعني كميه الشوكليت انت ممكن تجيبي ب 10 جنيه، هيعمل معاكي الكميه اللي انت عايزاها بالشكل ده. بعد كده انا عملت معاكم 3 صواني بالكميه كلها، دخلتها الفرن على درجه حراره متوسطه، ما اخدتش معايا ربع ساعه زي ما انتوا شايفين. ما تشغليش الشوايه، هتشغلي من تحت بس. بعد كده طلعتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه، كميه اللهم بارك. هنجيب لبن، عايزه نسكافيه، عايزه شاي، انت وروقانك بقى والمزاج بتاعك. انا هنا بموت فيها بعشقها انا والاولاد، في باللبن وفي بعضهم شربها بصراحة بالشاي. بس كده جميلة جدا. شايفين التسوية من تحت ومن فوق، حاجة حلوة جدا. وغير القيمة الغذائية العالية من العسل الأسود اللي أولاده ما بيحبوش العسل. أتمنى إن هي تعجبكم. ما تنسوش تعملي لايك وشير، وكمان متابعة على صفحتي الشيف مروة عبد الغني. وما ننساش نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه.